فضيحة منع اختبار الحمض النووي في المدونة المغربية تظهر تناقضا صارخا بين تعاليم الإسلام والقوانين المفروضة، إضافة إلى التلاعب الصريح بالنصوص الشرعية من طرف المجلس العلمي الأعلى. هذا الأخير أستند إلى الحديث النبوي: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واعتبره مبررا شرعيا لمنع الزوج من طلب اختبار الحمض النووي للتأكد من نسب الطفل. كيف برر المجلس العلمي الأعلى هذا القرار؟ المجلس العلمي الأعلى فسر الحديث النبوي بشكل يقيد حقوق الرجل، واعتبر أن الولد للفراش يعني أن أي طفل يولد داخل العلاقة الزوجية ينسب تلقائيا للزوج، بغض النظر عن وجود خيانة أو شكوك. هذا التفسير يخرج الحديث عن سياقه الحقيقي، حيث كان الغرض منه في زمن النبي حماية الأنساب في وقت لم تكن فيه وسائل علمية دقيقة مثل الحمض النووي. ما تنص عليه المدونة؟ المدونة المغربية، خاصة المادة 156، تثبت النسب بناء على الفراش الشرعي حتى وإن لم يكن عقد الزواج موثقا، وتمنع اعتماد اختبار الحمض النووي كدليل لنفي النسب إذا طالب به الزوج. هذا يعني أن الرجل المغربي مجبر قانونا على قبول طفل قد لا يكون من صلبه، وعلى الاستمرار في العلاقة الزوجية مع امرأة خانته، فقط لأن المدونة تعتمد على فكرة الفراش الشرعي. السيناريو الصادم: في ظل هذه القوانين، يمكن لامرأة متزوجة أن تخون زوجها وتقيم علاقة مع رجل آخر وتحمل منه، ورغم ذلك يجبر الزوج قانونا على قبول الطفل وتربيته كأنه ابنه والاستمرار في العيش مع زوجته التي خانته. طلب الزوج لاختبار الحمض النووي ممنوع بسبب التفسير الذي قدمه المجلس العلمي الأعلى، والذي يلزمه بإغلاق فمه وقبول الواقع كما هو. التناقض مع تعاليم الإسلام. تحريم الزنا. الإسلام واضح وصريح في تحريم الزنا، ويعتبرها من الكبائر التي تهدد استقرار الأسرة والمجتمع. هذه القوانين بالمقابل تحمي الخيانة وتجبر الرجل على تحمل نتائجها، ما يتناقض مع مبدأ الإسلام في إقامة العدالة. رفض الدليل العلمي. الإسلام يشجع على استخدام الأدلة والبراهين لتحقيق العدالة. كن منع اختبار الحمض النووي يحرم الرجل من وسيلة علمية دقيقة لإثبات الحقيقة، ويجبره على قبول وضع غير عادل. إهانة كرامة الزوج. الإسلام يحترم كرامة الإنسان، لكن هذه القوانين تهين كرامة الزوج، حيث يجبر على تحمل نتائج خيانة زوجته، ما يجعله يشعر بالظلم والإذلال. الحلول المقترحة. قبول طلبات اختبار الحمض النووي. يجب أن تمنح للزوج الحرية في طلب اختبار الحمض النووي إذا كان يشك في نسب الطفل، وفي حالة ثبوت النسب يتحمل الزوج مسؤولية قراره وتبعاته على العلاقة الزوجية. اختبار الحمض النووي إجباري عند الولادة. كحل نهائي لهذا الموضوع، يمكن فرض اختبار الحمض النووي لكل مولود بشكل إلزامي لتجنب أي شكوك أو نزاعات مستقبلية، وضمان حماية حقوق الجميع. الخلاصة: القرارات التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى تتناقض مع المبادئ الإسلامية التي تحرم الزنا وتشجع على إقامة العدالة. منع الزوج من استخدام اختبار الحمض النووي ليس فقط ظلما له، بل يهدد استقرار الأسرة والمجتمع، ويشجع على الخيانة من خلال حماية مرتكبيها. يجب إعادة النظر في هذه القوانين، وتبني حلول تضمن العدالة للجميع وتحترم تعاليم الإسلام الحقيقية.